الذي يحب عليا سلام الله عليه وأبناء علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلاة والسلام حبهم دليل الإيمان، حب علي إيمان وبغضه كفر. ما هو السبب؟ لأن عليا سلام الله عليه، الإمام الحسن الحسين أبناء أمير المؤمنين، هؤلاء يمثلون العدل الإلهي، هؤلاء يمثلون التقوى والأخلاق الفاضلة بما في الكلمة من معنى. فمن أبغضهم أبغض العدل، من أبغضهم أبغض الأخلاق السامية، من أبغضهم أبغض الإسلام. ولذلك من أبغضهم فهو منافق. غير ممكن إنسان يقول أنا مؤمن ويبغض عليا ويبغض أبناء علي. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وناقل هذه الرواية أبو هريرة، ومن كتب إخواننا العامة يعني الترمذي من كبار علماء العامة يذكر هذه القضية في كتابه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم اشهد إني أحب الحسن والحسين، ومن أحبهما فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أحبه الله أدخله الله الجنة. وهذا شيء طبيعي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحب شيئا لا يحبه إلا لله، لأن حبه وبغضه يكون لله. رسول الله يقول أنا أحب الحسن والحسين، اللهم إني أحبهما وأحب من يحبهما. وفي الرواية المعروفة الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمه عروة البارقي. عروة البارقي يقول أنا سمعت رسول الله، رأيت رسول الله يقبل الحسن المجتبى ويقول الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. يقول أنا جيت عند رسول الله لما اختلى بالناس، لما اختلى معي وحده يعني كان، قلت له يا رسول الله ماذا تقصد الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج رأيت في الجنة شجرة عظيمة جميلة معطرة لم أر أحلى منها ولا أحسن منها. فقلت لأخي جبرائيل يا جبرائيل ما هذه الشجرة؟ قال يا رسول الله كل من فاكهتها. يقول أكلت من فاكهتها، كانت فاكهة جدا لذيذة، طعام الجنة اللهم ارزقنا جميعا. وبعد ذلك جبرائيل أخذني إلى شجرة ثانية، قال يا رسول الله وكل من هذه الشجرة أيضا. هذا قبل ميلاد السيدة الزهراء سلام الله عليها وقبل ميلاد الحسن والحسين. يقول أكلت من الشجرة الثانية. جبرائيل قال يا رسول الله الشجرة الأولى اسمها حسن والشجرة الثانية اسمها حسين، وما تأكله سوف تنزل إلى الأرض تنتقل نطفتك إلى زوجتك الطاهرة خديجة، وستلد لك بنتا وهي فاطمة، والله سبحانه وتعالى يرزق فاطمة من علي بن أبي طالب ولدين هما الحسن والحسين. اللهم صل على محمد وعلى آله. رسول الله يقول لعروة قال فإذا اشتقت إلى رائحة الجنة أشم الحسن والحسين، هما ريحانتاي من الدنيا. هذول ورودي، هذول رياحيني صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام الحسن المجتبى الآن بالذات شوية نسلط الأضواء على حياة الإمام المجتبى روحي له.